النهاردة هنعمل مع بعض حلويات صعيدية 100%. هنعمل مع بعض الحلق أو الملفوف أو رصف عبو حسب كل بلد ما بتسميها. النهاردة طريقتها سهلة وجميلة ومتابعة حبيبتي جدا، طلبتها مني، هي عايشة في القاهرة بس من الصعيد، فأنا عاملاها مخصوص ليها وبقول لها اتفرجي واعمليها وإن شاء الله تنول إعجابك وإعجاب الجميع بإذن الله. لو أول مرة تشوفيني على القناة، أنا مروة عبد الغني. هبدأ معاكم النهاردة في الحلق بتاعنا أو الملفوف بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. معانا كده في البداية 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق لازم المرة دي يكون دقيق زيرو، يكون دقيق خاص بالمخبوزات نضيف، لأن طبعا طعمه هيبقى ظاهر. معانا بعد كده نص معلقة صغيرة من الملح وعليها معلقة كبيرة من الزيت، وهنبتدي نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهي دي كل المكونات بتاعتنا النهاردة، مش هنعمل أكتر من كده. بالنسبة للمية زي ما انتوا عارفين مش هننزل بكمية المية مرة واحدة، هننزل بيها تدريجيا. انا كده نزلت بالكوبايه في البدايه كده وهبتدي اقلب وهشوف القوام بتاعي محتاج مننا ميه تانية ولا لا. وينصح هنا ان هي تكون الميه دافيه، ما تكونش ميه سخنه، علشان الجو برد وكمان تمشي معاكي في العجينه بسرعه وتسهلها عليكي. انا كده اخدت بالظبط كوبايه وربع من الميه، مش اكتر من كده ابدا. وهتبتدي تملكي وتلتي وتعجني فيها كويس جدا، لان برضو القوام بتاع العجينه مش هيبقى لين، هيبقى القوام بتاعها سميك شويه كده وتخين، مش هيبقى خفيف يعني. بس اهم حاجه تشتغلي فيها عجن باستمرار لحد ما توصل معاكي للقوام ده. وبعد كده هنجيب معلقه صغيره من الزيت ونلم بيها الطبق بتاعنا، وكمان نلم بيها العجينه، وبعد كده هتبقى حلوه جدا في الفرد، بتسهل معايا حاجات كتير. كده خلصت معانا العجينه، ما بتلزقش في الايد اللي انا مش شغاله بيها في الايد الشمال. بعد كده هنغطي العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا كده ونسيبها ترتاح لمده نص ساعه بالظبط. طبعا لازم حبيب قلب النور يقطع معايا في كل لحظه. حطيت كوبايه من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه. طبعا هنرفعها على النار وهنسيبها لحد ما توصل للتسويه دي، وننزل بنص عصره ليمونه زي ما انتوا شايفين كده ونسيبها 5 دقايق. بعد كده ونطفي عليها، بس هنسخنها مره تانية لان لازم الاتنين يكونوا سخنين. بعد كده هنجيب معانا العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتبصي كده تلاقيها بقت عامله زي اللبانه في ايديكي، القوام بتاعها ناعم وكمان ملمسها طري جدا. هنفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنقطعها. هنعملها بالظبط كده على 4 قطع، مش اكتر من كده، علشان انا مش هعملها فطيره كبيره واقعد اقص فيها. لا، احنا هنعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، 4 كور. ال3 كوبايات هتطلع معاكي الصينيه الحلوه جدا مقاس 26 اللي انا بحب اعمل فيها الحلويات الصعيديه بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده نركنهم على جنب ونعمل ال4 كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين العجينة لما بترتاح معانا بتبقى ناعمة وطرية ازاي؟ فانا حباها تبقى بالشكل ده، مش هتبقى جبس يعني، مش هتبقى جامدة قوي، لا هتبقى القوام بتاعها حلو بحيث ان هي تمشي معايا انا وبنشب. النهارده طبعا هنستعمل النشابة بتاعة طنط اللي هي انا اخدتها لان انا مش موجودة عندي النشابة دي، فهفرد بيها النهارده الفطيره بتاعتنا اللي هي الحلقه او رصف عبو حسب كل بلد ما بتسميها. هنبتدي ان احنا نفردها في البدايه كده. طبعا يعني المردانه دي، او يعني انا ما اعرفش كل واحد عندكم برضو كل بلد بتسميها حسب المنطقه اللي هي فيها، بس احنا هنا عندنا اسمها النشابه. فهنبتدي ان احنا ناخد العجينه بتاعتنا ونلف ونجيب ايدينا في الوسط ونطلع بيها شمال ويمين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونفرد بنفس الشكل ده. انا ما بفردش هنا على دقيق، انا بحب افرد هنا على الزيت مش على دقيق ابدا، لان الزيت بيسهل معايا الفرد وكمان بيخلي فيه توريقه حلوه كده انت وشغاله. طبعا لو حابين تفردوا على دقيق هتفضلي ان انت بعد كده تنفضيها كويس جدا من الدقيق عشان تبقاش مجيره معاكي وانت شغاله. زي ما انت شايفه الطبقه اهم حاجه تبقى خفيفه جدا وتوصل معاكي للمرحله دي. كل فتره والتانيه كده هتبقى بالشكل ده. بصي كده، احنا مش عايزين نكبر العجينه اكتر من كده، لان لو كبرت اكتر من كده الطبقات بتاعتها هتبقى تخينه على بعض، فهتبقى نيه من جوه مش هتبقى مستويه. كده انا فردت السمك اللي انتوا شايفينه ده، ولو اتقطعت منكم وانتوا شغالين ما تقلقيش ابدا. بعد كده هنجيب معانا هنا المكسرات بتاعتنا، اي مكسرات موجوده، فول سوداني، زبيب، جوز هند، سمسم. تحطي معاها معلقتين سكر، سكر عادي مش لازم يكون بودره، وتعمليهم كده خلطه بيضه مع بعض وتحطيه معاكي على السطح بتاع الفطيره بتاعتنا النهارده.
مفيش اجمل من كده ولا اسهل من كده. في خطوه ان انا بجيب ايدي واحط فيها شويه من السمنه وادهنهم على العجينه من فوق كده علشان تبقى مورقه من جوه، وطعم السمنه البلدي يبقى ظاهر فيها. ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تستعملي زيت، ممكن تستعملي زبده، اللي انت عايزاه. هتبتدي ان انت تلفيها بالشكل ده، تبرميها برم لحد ما توصل معاكي للاخر. انا بقول لحضراتكم ما تلفيش قطعه تكون طويله، يعني ما تبقاش العجينه طويله وكبيره دايره كبيره، يا دوب تبقى بالسمك كده. هنجيب الصينيه بتاعتنا مقاس 26 زي ما انتم عارفين، هي صينيه البسبوسه، وهنبتدي نلف عليها الحلق بتاعنا او راسه في عبه. هي ليه اسمها راسه في عبه؟ لان انت بتلفيها دايره كده، فبتوصل بتبقى مدوره لحد ما توصل للعب اللي هو الحته الوسطانيه اللي بتبقى مدوره في الصينيه دي. وليه اسمه حلق؟ لان هو مدور شبه الحلق بتاعنا كده. بحب افسر لكم كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي ان احنا برضو نعمل مع بعض واحدة تانية فعلا ممتعة جدا جدا جدا، واسهل من ان انت تفرديها بايديكي، لان مش دي العجينة اللي بتتفرد بالايد. سهلة، بتجيبي ايدك من الناحيتين وتفردي وتمشي بالمطرحة بتاعتك او النشابة او المردنة حسب ما انت بتسميها، وهتبتدي ان انت تفردي وهكذلك لحد ما تجيبيها للاخر. كل ما هتفضلي تعملي كده تقلبيها الناحية اللي بعد كده وتلفي بنفس الشكل. شايفين لما بتحطوا السمنه او الزيت؟ وبرده الدقيق مش بتخلي العجينه تلزق ولا اي حاجه، بس انا اتعودت اني انا دايما احب اعجنها بالزيت او بسمنه، بتبقى حلوه جدا جدا، بتمشي معايا وبتبقى مورقه وطعمها حلو. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وزي ما انتوا شايفين حلوياتنا سهله وجميله وبسيطه، ما بتاخدش معاكي اي وقت، وكمان انا خففت معاكم من السيرب بتاعها. هي من المفروض كوبايه ونص، فطبعا بسبب غلاء الاسعار وبسبب ان مفيش سكر موجود، فانا النهارده عملتها بكوبايه سكر واحده بس. هنبتدي نفرد في الكميه بتاعه كل العجينه بنفس الشكل زي ما انتم شايفين. بس ما ننساش احنا وشغالين نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتم شايفين البركه هتحل علينا كده واحنا شغالين، والحاجه طعمها هيطلع جميل جدا ومنوره وليها ريحه، والبيت بيبقى اللهم بارك. هتحطي الحشوه اللي انت شايفاها موجوده عندك، والحشوه النهارده اقتصاديه، انا لا حطيت لوز ولا بندق ولا فستق ولا الكلام ده ابدا. بشويه من الزبيب، جوز هند، سمسم، فول سوداني، ومفيش اجمل من كده. حابه تكتري الحشو اكتر من كده كتري براحتك على الاخر، بس احنا دايما الحلق ده بنحب نستطعم فيه طعم العجينه نفسها، يعني طعمها كده بيبقى حلو وبسيط وكمان اقتصادي جدا. ما تكبريش العجينه، لو لقيتيها كبيره بالشكل اللي انت شايفاه ده حاولي ان انت تمطيها لبره. يعني انت وبتحطيها في الصينيه مطيها بايدك كده، هتلاقيها بتتحرك معاكي لبره. تشدي بايدك كده هتلاقي الرفع بتاعها بقي ارفع، لان هي كده بتبقى عريضه. تمام. هنلف مع بعض برضو واحدة تانية بالشكل ده. طبعا معلش لان هي عايزة تركيز وان انت تعرفي ازاي تلفيها، فدي طبعا مش سهلة، يعني عايزة ايدك دايما تبقى موجودة في الحاجة. يعني ادي اول مرة، لو انت حتى اول مرة بتنشبي هتطلع معاكي حلوة جدا. بس امشي معايا بنفس الخطوات اللي انتوا شايفينها دي وهتطلع معاكم زي الفل. طبعا في ناس بتحب تشتري الحاجات دي من بره، فبتبقى مكلفة وسعرها فعلا اوفر، يعني غالية. فانا بتمنى ان انتوا تعملوا كل حاجة بايديكم في البيت، لاني مش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود. يعني انا الصينية دي اخدت معايا بالفرد وبكل شيء اللي انتوا شايفينه ده ما اخدتش معايا نص ساعة. حاجة حلوة موجودة في البيت والأولاد حواليكي والله طعمها جميل جدا. حلوياتنا الصعيدية طبعا التراث القديم، أكل البشوات، أكل الناس الهاي، فطبعا سمنة وسكر وزبيب ومكسرات، فطبعا الحاجات دي بتكلف، علشان كده مش كل الناس بتعملها. بس أهم حاجة عندي ما تكسليش وتقولي إن هي صعبة وأنا مش هعملها. مش عايزين كسل، عايزين نشاط وطاقة إيجابية كده، ونقوم نشتغل زي ما انتوا شايفين. هحط في ايديا حبة من السمنة البلدي وابتدي ان انا ارشهم كده على السطح بتاع العجينه بتاعتنا والمكسرات بتاعتنا زي ما انا قلت لحضراتكم. هتبتدوا ان انتوا تحطوها بالكميه اللي تعجبكم جدا، يعني هتبقى الكميه دي حلوه ومش كتيره، وفي نفس الوقت طعمها ظاهر طبعا وطعمها حلو جدا. هنرش كل الكميه بتاعت المكسرات اللي موجوده عندكم
وتلفوها بحركة دائرية داخلية كده زي ما انتوا شايفين. بس ما تخليهاش بعيدة من بعض، يعني حاولي ان انت تضغطي بايدك شوية علشان ما تبقاش مهواية وتتقطع منك. ادي الفردة دي كانت طويلة يعني كبيرة شوية، فانا قسمتها نصين. النص الاول زي ما انتوا شايفين هلفه مع حضراتكم في الصينية،